يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا، تابعوني على قناتي واعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. فيديو النهارده لعشاق السردين المملح. عاينه عشاق السردين المملح، عايزه اقول لكم هنعمله بخطوات بسيطه جدا، مش محتاج اي مجهود منك اصلا علشان تعملي احلى سردين مملح، وما يخليكيش تشتريه من بره، وحاجه بقى كده نظيفه من تحت ايديكي وتاكليه كده بنظافة، وحاجة انت اللي عارفة انت اللي عاملاها وغسلاه كويس طبعا ومنضفاه، فطبعا هيبقى مختلف تماما عن اللي بنشتريه من بره، وسهل جدا وخطوات سهلة قوي. يلا بينا. شايفين بقى الجمال ده؟ عظمة عظمة والله. كده طبعا هو اتخلل، وكده انا كنت بطل يعني فتحت عليه وبشوفه. بصوا اتخلل ازاي واستوى كله. بص اللحمة بتاعته حمرا ودايبة حلوة جدا، وطعمه بقى خطير خطير بجد. احلى طريقة عملت بيها السردين هي دي. بصوا انا كده طبعا ده السردين لسه جايباه وغسلته طبعا كويس جدا. تغسليه كويس قوي وبتنشف بالمنديل، يعني بعد ما بتسيبوه في المصفى يتصفى، ممكن تسيبيه يتصفى اليوم كله، يتصفى براحته خالص. وكمان ممكن تحطيه في التلاجة عشان يتصفى اكتر وبيتنشف بالمنديل. المهم ان السردين ما يبقاش فيه نقطة مية، ودي خطوة مهمة جدا في التمليح. انا هحتاج لكيلو سردين 3 معالق كبار من الملح الخشن، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من الشطة. والشطة اختياري، ممكن تستغنوا عنها اللي مش حابب، بس هي ممكن كمان تحطوا شطة اقل من كده، ممكن تحطوا مثلا معلقة صغيرة اللي مش بيحب الشطة. انا حطيت كل كمية بقى الملح والبابريكا والشطة فوق بعضها كده، وقلبتهم، وبدأت اخد السردين بتاعي وحطيتهم في علبة على قده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا السردين ما فيهوش ولا نقطة مية، ودي خطوة مهمة جدا. تقفلوا بقى العلبة وتبتدوا تعملوه بالشكل ده كده. بصوا، تقلبوه كده في بعضه كده، يعني هيبقى هيتغلف بالملح بقى والشطة والبابريكا اسرع بكتير قوي. يعني محتاجين علبة كبيرة علشان تقدري تعملي الخطوة دي، ويبقى السمك يعني اقل من العلبة علشان تقدري تقلبيه فيها. بصوا السمك كله اتغلف بمنتهى البساطة بالملح بقى والشطة والبابريكا. احنا مش هنحط حاجة تانية من يعني هي شطة وملح والبابريكا وبس. وبعدين بقى هنا نبتدي بقى. اول حاجة هنجيب علبة تكون محكمة الغلق، يعني مش يعني علبة ما تبقاش بيدخل لها تهوية. خدوا بالكم من الخطوات دي لانها اساس التخليل. يا اما بقى لو بوظنا اي خطوة من الخطوات دي، عايز اقولك السردين بيبوظ، يعني بيبوظ خالص. يتهوى، لو اتهوى خلاص السردين باظ. فببتدي كمان اجيب شنطة طبعا تكون الشنط اللي هي بتاعة المطبخ. حطيت الشنطة في العلبة، وببتدي ارص بقى السردين كده جنب بعضه. وبعدين اقوم كل اول ما احط اول صف اقوم ضايفة شوية ملح من على الوش، شوية ملح زي ما انتوا شفتوني كده برشهم. وبعدين ارص الصف اللي بعديه وارش شوية ملح برضو بصوت كده من على الوش، وبس كده. تمام كده. ببتدي بقى بخرج اي هوا من الشنطة، يعني كويس جدا ان انت تفضلي تدوسي كده على الشنطة من جميع النواحي علشان ما يبقاش فيها اي هوا خالص. وبعدين بقفل الشنطة طبعا كويس، دي مهمة جدا. ما تبقاش فين الشنطة ما فيهاش اي هوا، مقفولة بس ما فيهاش اي هوا خالص. ودي خطوة مهمة جدا. خدوا بالكم البنات اللي عملت السردين وبيشتكوا ان هو بيبوظ بسبب التهوية، لو دخله شوية هوا صغيرين خلاص باظ. ببتدي بقى اجيب من فوقيه، دي انا بعمل كده وبينجح معايا جدا. بجيب بقى شنطة الاكياس دي، الاكياس اللي هي بتاعة المطبخ، ببتدي اقفلها عليه كمان من فوق. خدوا بالكم اهم حاجة ما يدخلوش هوا خالص. بصوا قفلت كمان الشنطة عليه من فوق، وببتدي اغطيه بالعلبة. العلبة دي محكمة الغلق، يعني ما ينفعش احطه في اي علبة وخلاص. هو كده عدى عليه اسبوعين بالظبط، اسبوعين وتفتحي عليه وكلي منه الف هنا وشفا. بجد بيبقى خطير. بصوا بقى، ده كده عدى عليه اسبوعين. اولا بنحطه في مكان ما يبقاش فيه هوا، ما يبقاش مكان متعرض للهوا، يعني ممكن تحطيه في المطبخ،
يعني لو حطيتيه في المطبخ هيبقى تمام برضو جدا، مكان كويس. انا على فكره انا خللته وحطيته في المطبخ. فبجد كان تحفه. اسبوعين بالظبط ده كده انا فتحت عليه، عايزه اقول لكم بقى ريحه تجنن. اولا مفيش زفاره. آه، هنزل بقى طبعا الميه بتاعته لسه بقى طبعا جواه. عايزه اقول لكم احنا ما بنطلعش اما بنغسل السردين نقطه، ان انتوا ما بتطلعوش اصلا الحاجات اللي في بطنه، لا هو الملح والشطه بياكلوها. فطبعا بيتنضف زي ما احنا عايزين بقى، زي ما احنا عارفين يعني. بنشيل كده الراس بتاعته بطنه طبعا خلاص بتكون خلاص اصلا الملح خلاص كلها، وبيبقى بالشكل ده. وبألف هنا وشفا.